شايفة عشان تتجوزي جوزك المفروض يدفع لك كام؟ مثلا 3 4 مليون. 3 4 مليون؟ انا مش هتجوز واحدة تقريبا 50 60 مليون دولار. لان اسعار الجواز ولا الجو اليومين دول. 10 مليون الصراحه. ليه يعني ملكة جمال مصر؟ ملك مش فاهم انا نفسي افهم اسعار الجواز ولعت ليه اليومين دول. 2 3 مليون كده. طب انت هتتجوز؟ انت هتاخد من العروسة يعني ولا هتاخد من العريس؟ ممكن مثلا 20 مليون وطالع. 20 مليون وطالع. 20 مليون جنيه قليل بالنسبة لعروض الجواز اليومين دول قليل. 10 مليون. 10 مليون 10 مليون قليلة برضه. انت رخيصة. هو عمرو دياب بيجي ب6 ف 11 12. 18 19 عادي مش هتفرق يعني. 11 12 100 مليون 800 كده اصلا اسعار الجواز عالية. 3 4 مليون؟ 15 مليون. ده 3 4 مليون ليه يا عم؟ انت ملك جمال مصر. ملك جمال مصر هتاخد من 4 مليون؟ هو السؤال للبنات ولا الولاد؟ انا مش فاهم. انا نفسي افهم بس البنات ولا الولاد. لا مليون وشويه مثلا. مليون وشويه ليه انت رخيصه كده؟ ليه انت رخيصه؟ السوق رفع لفوق. السوق الحريم رفع. 6 مليون مثلا، يعني حوالي 15 مليون مثلا. انت هتتجوز ب 15 مليون؟ هتاخد من مراتك ب 15 مليون؟ ليه انت مين يعني؟ انت مين؟ 9 12 19 مليون؟ 19 ايه بس؟ مش فاهم انا 19 ايه بس؟ ممكن توضح 19 ايه؟ مليون دولار. مليون دولار. مليون دولار بس؟ انا قلت انا مش هتجوز غير اقل من 50 مليون دولار. ده كله. انت عارفة ان في بازار اسمه اليكس كو مجمع كل اللوكال براندز اللي في مصر اللي في القاهرة بقى واللي في اي حتة، وكلهم عاملين اوفرز، واغلى حاجة في اليوم ده هتبقى ب 800 جنيه. 800 جنيه 800 جنيه بس؟ انا مش رايح على فكرة. انا مش بص البراند، بص الماركة اللي انا لابسها مش رايح على فكرة. مش عارف انا حكاية الجواز غير، بس انا اقول لكم على حته حلوه تشتروا تتجوزوا منها. عند اسمه مين ده؟ ماندو ما قصرش عنده عروض. الاتنين بعرض واحد. الاتنين ب50,000 جنيه بس. مهره 50,000. 50,000 جنيه دهب بس. غير كده مفيش يعني. الاسعار دي كانت قديمه ولا معلش؟ الاسعار من المستقبل بس.